يا صباح العسل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة على قلوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا اخواتي، انا هنا تقريبا قبل الظهر كده، بساعة او بساعتين تقريبا. طبعا يا اخواتي بقى عندي طبعا المشاية دي تسخة، هي وكم مشاية تانيين. طبعا انا دول بصراحة ايه، قلت قبل ما اشيلهم لان عندي الدنيا حر جدا جدا يعني. فقلت قبل ما اشيلهم وكده لازم أنا اللي انا اغسلهم، لان عشان خاطر برضو ايه، ما يعملوش ريحة كمكمة او ما يعملوش ريحة وحشة وانا شايلاهم يعني. فالمهم يا اخواتي، والله انا عندي حاجات تاني، ولكن انا عملت دول شوية على قد شوية بشوية، لاني عندي عيالي مش سايبيني. يمكن الواد الصغير ساعات مثلا بلاقيه لسه منيماه ويبقى صاحي. بس يا دودة عشان اخوكي ما يصحاش، دودة بس عشان اخوكي ما يصحاش، تعالي اقعدي هنا تاني برضو يا بنتي، خدي. هو انا مش لسه متكلمه معاكو؟ طب اقعدي هنا يا بنتي، شيلي الستاره، ابعدي عن الستاره عشان ما تقعش. فمهم يا اخواتي، قلت قلت اخلص شويه بشويه، لاني طبعا في كل فيديو كده هعمل شويه، لاني بصراحه يا اخواتي والله العظيم يعني ربنا وحده اللي يعلم بالواحد يعني. الحمد لله يعني. ربنا يا رب يهدينا اولادنا كده ان شاء الله جميعا يا رب، ويرزق بكل محتاج كده بالذريه الصالحه ان شاء الله، ويرزقهم يا رب كده بزوجة صالحة، ويرزقهم كده بذرية صالحة ان شاء الله بإذن الله. طبعا يا اخواتي، انا طبعا هنا الحمد لله بخلص بسرعة. طبعا انا بستريح شوية اروح اشوف الواد واجي، يعني مش بالمنظر ده، انا بروح اشوفه واجي. وطبعا ببقى ساعات خايفة، ببقى ساعات بتصنت عليه كده، عايزة اسمع صوته، احاول كده ان انا طب يعيط، طب حد مضايقه من اخواته. طبعا اخواته كانوا نايمين، عارفة لو كان حد صاحي ما كانش معرفتش كنت اعمل حاجة اصلا، ولا كنت عرفت حتى اغسل سجادة واحدة ولا مشاية واحدة. بس الحمد لله. طبعا يا اخواتي الواحد يعني ايه، الحمد لله يحمد ربنا. طب اقعدوا هنا بقى، تعالى هنا كده، يلا بقى. فالمهم يا اخواتي، شايفين يا اخواتي والله العظيم، هو عشان هم ناموا وفضلت منيماهم وما صحيتهمش الصبح ولا حاجه، هم شوف مصحيين دلوقتي مبهدليني بقى. وانا مش قلت على الصوت، انا مش قلت الصوت اقوم اضربك طيب عشان ما تسمعش الكلام؟ ما تضربنيش على الضرب، خليكي على السجن. لا، اقعد احسن، اقعد عشان الصوت. وبعدين يا اخواتي انا خلاص خلصت بقى. شايفين يا اخواتي والله ربنا يا رب يهديهم يا رب. فهنا خلاص انا خلصت وبمسح طبعا الحمد لله، عشان بمسح بكرور وبإريال. ف اللي عندي الإسدال عندي باظ من تحت من الكرور، لان انا مش برفعه، يعني انا مش برفعه من على الارض، لان بصراحة ولما لقيته باظ بصراحة يا اخواتي زعلت، لان انا بصراحة ما عنديش غير الإسدال ده، يعني ده الإسدال الوحيد اللي عندي اللي هو بتاع البيت وكده. انا ما عنديش إسدال تاني، بس ان شاء الله ربنا يسهل لي ان شاء الله هبقى اجيب باذن الله يعني. هاتي الازازه دي يا دودة. بس الحمد لله طبعا انا خلاص خلصت. انا على فكره يا اخواتي، انا بفتح هنا في حنفيه تحت الحوض، تحت الحوض عندي بتاعت المطبخ، قلت افتحها يعني، قلت بدل ما انا ادخل رايحه جايه من الحمام مع مغزوك والله يعني، اللي انا اجيب مثلا ميه وادلقها في الارض وتبقى مشوار عليا، وخايفه ان انا يعني اتزحلق او كده. طبعا شايفين اخر الاسدال عامل ازاي، طبعا باظ من الكرور، لكن الحمد لله احسن 100 مره مثلا ما حاجه تبان ولا حاجه، بس الحمد لله يعني. طبعا انا كنت بحب دوت لان هو واسع اصلا، بس مش مهم. شايفينه لون ازاي اتغير، لونه عامل زي اللون البرتقاني او اللون الاحمر، بس مش مهم الحمد لله، نحمد ربنا يعني. فالمهم بقى، انا كمان قلت اخد يمة الباب كده، الحتة بتاعت الباب دي كمان قلت اخدها يعني،
لان بصراحة كانت كمان وسخة، وانا عندي كمان يعني عيال صغيرة وكده، فبيقعدوا في اي حتة يا اخواتي والله. فقلت لازم ان انا يعني ايه اخليها تكون نظيفة بالنسبة لأي عيل مثلا يقعد في أي حتة كده يعني. فالحمد لله بقى كده شايفين معايا. طبعا في آخر الفيديو بقى طبعا هوريكم بقى المفاجأة الجميلة اللي وصلت لي. طبعا أول مرة يجيلي حاجة حلوة زي دي كده يا اخواتي، والحمد لله يعني. هوريها لكم بقى. المفاجأة بصراحة اللي كانت موجودة عجبتني جدا جدا يا اخواتي والله. والولد الصغنن يعني زيزو كده ساعات بينام على السرير الصغنن بتاعه، بس بجد جميل جدا يا اخواتي والله. السرير ده ريحني، ويعني انا الاول كنت دايما باخده على حجري اللي هو يفضل نايم على لا مثلا رجلي كده على طول، لاني ساعات بخاف مثلا ان انا اسيبه على السرير مثلا اللي انا بنام عليه ولا حاجه، فتلاقي مثلا اخواته يضايقوه ويشدوه او كده يعني. يمكن عندي لولو، عندي ابني الكبير وكده، يمكن هو اللي بيشيله كده، لكن عندي دودة هي اللي بتبقى خايفة شوية او بتغير كل شوية تقولي لا يا ماما انتي مبقيتيش تحبيني، بتحبيه هو كده يعني. طبعا انا هنا خلاص بشطفهم بقى. وادي السرير كمان اهوت، شايفين عاملين ازاي، فرحانين جدا جدا بيه طبعا. الاتنين طبعا فرحانين بيه. طبعا انا هنا شايفين بقى متغلف ازاي. طبعا يا اخواتي بجد انا كنت اول مرة تجيلي هدية اصلا، يعني اول مرة تجيلي هدية من حد اصلا، اذا كانت بقى من قرايب جوزي. انا اصلا ما حدش بصراحة جاب لي حاجة، يمكن ما فيش غير اختي مثلا الصغيرة كانت بكتير او بتجيب لي حاجة على قدها كده، مثلا مكوة شعر كده، حاجات زي كده. ولكن مثلا تجيب لي مثلا حاجات بيتي، تجيب لي مثلا جلابية بيتي، بيجامة بيتي كده يعني، تجيب لي طرحة، تجيب لي نقاب كده يعني. لكن بصراحة حاجة زي كده تيجي لا أول مرة. طبعا يا اخواتي أنا فرحت جدا بيه وشكله جميل جدا. طبعا ربنا يا رب يخليها يا رب ويبارك في عمرها، بنت خالة زوجي وكده. بجد أنا بشكرها جدا جدا جدا. شايفين احنا طبعا كلنا فرحانين بيه فرح، بص يعني فرح السنين يا اخواتي. طبعا يا اخواتي والله يعني اعذروني بقى وانا بكلمكم، شايفين بيتنطط ازاي، وشايفين فرحانين مع سن اللي فرح اللي هم جايبين لي ماما، ولكن ده لنونا الصغير بس هو محسسين اللي هم ايه ليه ماما يعني، هم بيقولوا لك حطوا لايك. طبعا جاي السرير جاي معاه 3 لعب اللي هم الشخاليل دول، تمام. وجاي معاه زي ناموسية، استني طيب، جاي معاه كمان زي الناموسية وايه، وجاي البتاع ديت طبعا الكيس دوت فيه زي الناموسية كده، هوريها لكم دلوقتي. وكمان في اللي اسمه دوت اللي هو اللي هي الصواميل بتاعة الماسورة نفسها اللي هي الصفرة ديت. طبعا يا اخواتي بجد عجبني جدا اهو دي ناموسية، شايفين عاملة ازاي بجد. بالنسبة مثلا لو انتي اهو بوريكم على نفسي حاسة ان انا عروسة يا قلبي والله العظيم يا اخواتي بجد تعبانة والله، بس الحمد لله. ادعولي بس يا اخواتي، لان انا بجد اليومين دول انا باخد اجهزة، يعني ساعات بروح المستشفى كذا مرة اللي ناخد جلسة اكسجين وكده، لان انا عندي يعني الشرايين بتاعت الصدر نفسها تعباني جدا. وكمان رحت تقريبا من يومين قبل الفيديو ده ما اجي انزله، كنت من يومين كده كنت في المستشفى، خدت طبعا جلسة اكسجين وكده، لان انا عندي طبعا في مشاكل في جهاز التنفس عندي، والحمد لله يعني. فربنا ان شاء الله يشفيني ويشفي كل مريض باذن الله. زائد طبعا اللي انا
في علاج باخده للاسم دوت للحديد وطبعا بسمع حاجات كتير يا اخواتي. لو حد هنا مثلا دكتور او دكتورة بتسمعني، يا ريت مثلا تعرفوني البرشام بتاع الحديد اللي انتي بتاخديه ده، هل يا ترى فعلا دوت بيهري الكبد ولا لأ؟ لان انا سمعت ناس كتير بتقول اللي هو بيهري الكبد، اللي هو برشام بتاع الحديد. وبالله عليك يا اخواتي ادعولي ربنا يشفيني ان شاء الله باذن الله، لان انا بجد حرفيا الايام ديت تعبانه جدا والله، وبتزيد يعني عندي التعب بيزيد كمان عليا، ولكن بحاول ان انا اضيع وقتي وهمي شويه معاكم، افضفض معاكم باي حاجه كده يعني. والحمد لله، نسأل الله ان شاء الله العظيم يعني ان شاء الله الشفاء من عنده بإذن الله. ربنا يشفيني ويشفي اكيد ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب يا رب يا رب. طبعا يا اخواتي انا هنا بقى كنت عامله فيها بقى ايه، ان انا بفهم ومش عارفه لحد دلوقتي كنت راكبه، بس الحمد لله يعني مفيش حاجه يعني عصلكت معايا يعني الا شويه، وبعد كده ظبطتها. طبعا اضطريت ان انا اشيل الجنب التاني عشان احط الجنب ده صح، يعني اضطريت ان انا اخلعها من الخرم اللي هو بتاعها التاني ده، علشان خاطر اللي انا بصوا انا خايفه على الحاجه على السرير قوي، يعني كل شويه العيال يجوا ياخدوا حاجه من بتاعه النونة، وفي الاخر والله بصوا يعني هو السرير جاي معاه 5 عربيات صغننين تمام، اللي هم عربيات السباق ديت، وجاي معاهم 4 اللي هم الشخاليل ديت، اللي هي ايوه الشخشيخه ديت، جاي مع 4 ايه تاني وبس، وجاي معاه الناموسية وخلاص على كده بصراحة. بس هو حلو وجميل بالنسبة لمثلا اهو شايفين اللي هي الشخشيخة اهيت. طبعا يا اخواتي هي ضد عمالة فرحانة بيها جدا، وعمالة تقول يا ماما طب اخدها يا ماما، ومش هاخدها. قلت لها لا يا ضد انتي ممكن تكسريها، بس الحمد لله يعني. انتوا بتشربوا جوه من البتاع اللي على الغاز؟ طيب طيب بس انتوا لسه واكلين يا دودة، انتوا لسه واكلين، عشان لو عملت لكم الاكل مش هتاكلوه، شويه كده اعملها لكم تاني عشان على الاقل يكون بطنكم فيديو تاكلوا تاني ماشي. فهنا بقى شايفين بوريها لكم ازاي. طبعا هي بتتعلق كده، هي بتتعلق بالمنظر ده تمام. طبعا الشخشيخه اللي في ايدي ديت بصراحه انا ملقتلهاش اصلا خرم كويس، فاضطريت طبعا اللي انا طبعا يا اخواتي اضطريت طبعا اللي انا اقوم اسخن زي اي حاجه كده بالنسبه للمسمار ولا حاجه، مثلا اسخنه مثلا يعمل لي خرمه كده في الشخشيخه، بالنسبه اللي انا ادخل فيها العلاقه بتاعتها عشان اعلقها زي اخواتها. طبعا ضد هنا كانت بقى بعملها بتبحث بقى كده وتشوف الكيس جوه بتشوف في ايه، ولكن هي مش لاقيه في حاجه اصلا، بس هي جايه توريكم خلاص، بتقول لكم بصوا كده اهي اهي شايفين والله العظيم عسولة بتتعلم مني، بتتعلم شاطرة عشان لما تكبر كده تفهم هتشتغل ايه. لا دودة كانت لسه دلوقتي بتوريهم الكيس ملهاش اي مكان اهو. انا هنا اصلا بقول لكم ان انا مش لاقيه لها اي حاجه، مش لاقيه لها خرم يعني، فقلت ان انا ايه اخرم لها خرم انا جديد يعني اهو. هنا خرمت خرم انا كده خرمت لها. طبعا دي ماما نعم يا لولو اهو، شفت انا قلت لكم ان انا خرمت خرم جديد يعني. وانت واقفة ايه طب انت ايه ضدنا بتقول ايه وانتوا ثابتين يا جماعة. ماشي. ضد كده طبعا انا هنا ادينا اهوت، بصوا الكرسي دوت بيتقلب سرير وفي نفس الوقت بيتقلب كرسي، يعني هو انا كده عملته كرسي وفي نفس الوقت عملته سرير معاكم
اهو كده السرير، يعني هو كده السرير مفروض على الاخر. يا جماعة. هو انا كده بقول لكم اللي هو كده السرير، وبيتعمل حاجتين يعني. طبعا شايفين انتوا البتاع اللي هي الصفرة اللي عماله تروح وتيجي دي، انا في الاخر انا مش عارفه اربطها اصلا، فاضطريت خليت ابو معاذ يجي يربطها لي. ماشي، وخليتها يعني جامده، ما بقتش ليه عماله تتحرك كده. بصراحه يا اخواتي انا فرحانه بيه جدا بصراحه، اول مره حاجه تجيلي زي كده، ولكن الحمد لله يعني. اهو شايفين المنظر ده، بس الحمد لله يعني مش اهو انا هنا بوريهولكوا اهو. شايفين العيل بيبقى اصلا ان انا نايمه ازاي كده، ممكن تسيبيه اهو. وكده الناموسيه اهو، شايفين طبعا معلش بقى، طبعا الكيس اللي هو هناك ده الشنطه دي بتاعته اهو، بقول لكم اللي هو بيتحرك كده حلو جدا يا اخواتي والله بجد. يا لو عندكم بيبي ولا حاجه مضايقك، ان شاء الله نايميه عليه وهيبقى كويس.